أهلا بكم في قناة قصص وروايات. أكلمكم النهارده عن قصة القناع الذهبي. كان يا ما كان، في يوم من الأيام كان فيه ولد صغير اسمه آدم، ولد بسيط قلبه طيب، لكنه كان دائما حاسس إنه مش محبوب وكل الناس بيجهلوه. آدم كان يروح المدرسة، يلاقي زملائه بيضحكوا ويلعبوا وهو واقف وحيد حاسس إنه شفاف، كأنه مش موجود. في يوم وهو ماشي في شارع قديم شاف حاجة بتلمع في ركن ظلمة. قرب، لقى قناعا ذهبيا شكله مبهر بيلمع زي الشمس. أمسك آدم قناعا دافئا كأنه همس له مميز. آدم ما صدقش نفسه، لبس القناع وفجأة حصلت معجزة. كل الناس حواليه بقوا يبصوا له بإعجاب. زملاؤه جروا عليه يقولوا: يا آدم تعال العب معانا، انت جامد قوي، عايزين نبقى صحابك. آدم حس بسعادة غير مسبوقة، حس إنه محبوب لأول مرة. بدأ يلبس القناع في كل مكان، المدرسة، النادي، وحتى في البيت. كل الناس بقوا يحبوه ويتقربوا منه. بعد شوية آدم لاحظ إن كل الناس بيحبوا الولد اللي لابس القناع، مش آدم الحقيقي. محدش بيسأله عن مشاعره، محدش يهمه هو بيحبن إيه أو زعلان من إيه. كلهم بيحبوا الصورة الظاهرة مش قلبه وروحه. في يوم آدم رجع البيت، شال القناع قدام المرية وبص في عينيه، شافهم حزينة فضية مليانة شوق. ساعتها حس إنه وحيد جدا وإنه عاش كذبة. قعد يبكي وقال: هو أنا ليه لازم ألبس قناع عشان يحبوني؟ ليه محدش شافني من غيره؟ وقتها خد قرار شجاع، قرر إنه مش هيلبس القناع تاني حتى لو فضل وحيد، عايز يعيش بحقيقته. تاني يوم راح المدرسة من غير القناع. في البداية زملاؤه بصوا له باستغراب وقالوا: فينا القناع، انت بقيت غريب. بس آدم وقف ثابت، رفع راسه وقال: أنا مش القناع، أنا آدم. اللي يحبني كده أهلا وسهلا، واللي مش عايز مع السلامة. يوم ورا يوم بدأوا يلاحظوا إن آدم قلبه طيب، ضحكته صادقة، دمه خفيف. وبعد شوية بقى ليه أصحاب حقيقيين مش معجبين بالقناع بس بيحبوه هو. وفي يوم آدم رمى القناع في صندوق قديم، ومن ساعتها آدم عاش أسعد أيام عمره، لأنه فيهم إن الحب الحقيقي مش في الصورة بس في القلب والصدق. اتمنى إن القصة تكون نالت إعجابكم. ما تنساش تعمل لايك والاشتراك في القناة. شكراً.